بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كاين واحد زوج وريقات وصافي ونوضوا نصليو. اسمحوا لي راني شويه طولت عليكم. رجل يصلي وراجل عالم وبنته متبرجه، وملي نصحته قال لي حتى تقتنع. هذا قال لك هذا يسمى هذا عفريت، هذا زعما هذا عفريت، هذا اللي راه يتكلم درك. قال لك يا ودي راجل يصلي، نقول انا مسلم وصار ما راك تصلي مليح، وراجل عالم البنت ديالو متبرجه، ومشى هذا الراجل اللي يصلي مشى نصح هذا العالم، قال له وليدي بنتك الله يخليك ما لها دايره متبرجه، يخصك على كل حال تامرها وتنهاها. قال له يا ودي راني درت المجهود ولكن مازال ما اقتنعتش. اسمع احبابي، اسمع والله اسمع احبابي، الله يرحم لك الوالدين. هذا السؤال يخص بنادم يمحيه ويشربه، ما يقولوش. تراش ما يقولوش استروا سوءات الناس فكيف إذا كان هذا عالما. أتريد ايش غادي تربح أنت منين تشهر بالعالم؟ ايش غادي تربح؟ ستنفر الناس من العالم إذا تنفرهم من الدين، إذا تشوه القدوة والنموذج. يا ابن عمي يا ابن عمي، قلتها له غير بينك وبينه مليح، تمشي تقولها في الجامع وتقول له راني قلت لواحد العالم عنده بنته. ها ومالك انت النبي كاع نوح وولده كافر كاع، ماشي غير متبرجه، كافر. يركب معنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ومات كافر كاع، حال بينهم الموج فكان من المغرقين. ونوح مرته كافره، ولوط كافره، وإبراهيم باه يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وسيد النبي القصة اللي أعطيتكم على عمه، هو يقول له قل لا إله إلا الله، هو يقول له على ملة إبراهيم. إنك لا تهدي من أحببت. استر أخاك ولا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. أنت راك مازال ما مزوج، راك مزوج إن شاء الله ما تقولها إن شاء الله، يا راك مزوج يا البنت نتاعك لا تخرج لك عينيك. حسابك أنت اللي راك تربي. العالم راه يظل برا، راه يظل برا وبنته عند برا هكذا. التلفزيون والبارابول والانترنت والشاط ومواقع الدردشه والبورطابل والمدرسه والله يحفظه ويستر وشحال ديال الطيارات. فين هذا العالم مسكين غادي؟ رحموا العالم. انا يا لو كنتم بصح فيكم الصدق، العالم اللي هو عالم وعاطيها الدعوه مخلي ولادو يخص يصحبوا له ولادو ويربيوهم ويدعيوهم لله وتكون رفقه صالحه، ويمشيوا عند ديك البنت يقول لها باك زعما عالم، خلا دار شرك ما تفضحيش، خلا دار شرك ويديوها للخير. ماشي يجي زعما انتم جيل النصره، ماشي جيل الفضيحه، جيل النصره. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخره. الله يجازيك يا ربي. قال لك هذا عندنا شي نساء وفتيات يلبسوا الحجاب ويحسبن أنه على الطريقة الشرعية وهو ليس كذلك. المرجو منك توضح هذا الأمر. هذه القضية نتاع الحجاب راه عندي واحد السلسلة نتاع الدروس سميته الحجاب المتبرج، راني عارف فيه. الحجاب هو حجاب متبرج، يا هو حجاب يا هو متبرج. دايره هنايا الفورانة والسروال مزير لتحت، هنا صورة النور وهنا روطانة. الفوق صورة النور يضربن بخمورهن على جيوبهن، ومن الصدر والكركرة لتحت هذيك روطانة. تعرفوا روطانة هي واحد القناة نتاع شي سعودي راه يفسد بها الأمة. هذا هو. ولذلك الحجاب راه عنده شروط ويخص وقت كبير باش نتكلموا عليه، ولكن على كل حال الحجاب هكذا بإيجاز. الحجاب يخصو يكون يستر كل شيء من الراس الى الرجلين، ويكون عريض ويكون غليظ، وما يكونش زينه في نفسه، وما يكونش فيه الريحه، ما تخرجش المراه مريحه، ايوه، وما يكونش يشبه اللباس نتاع الرجال، وما يشبهش اللباس نتاع الكافرات، وما يكونش لباس الشهره.
فمن لبست لباس شهرة ألبسها الله لباس مذلة يوم القيامة. هذا هو سيكون عريض. أما ذاك السروال مع هذيك الفورانة قال فيهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث راكو قاعد رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. جابها نيشان من أهل النار، ما ظلش عاد يقول، جابها لك نيشان. صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، مباشرة من أمتي من أهل النار. هو تكلم عن الصنف الأول قال الرجال الولا رجال يضربون معهم صياط كأذناب البقر يضربون أدبار الناس اللي كيعذبوا الناس. والأخرى نساء كاسيات عاريات، يا هما لابسات يا هما عريانات. واش هو اللباس اللي تكون انت لابسه هو عريان؟ ذاك المصغير بن عمي انا نقول كي داروا دخلوا ذوك الستراوي والله لا تعجب، والله العظيم الا نبقى نقول يا ربي هذو بناتنا كي داروا دخلوا ذوك الستراوي. ها بن عمي واش هذا؟ واش الغريبه هذا؟ يا هما كاسيات يا هما عاريات. زيد قليل. مائلات المميلات، مائلات عن الحق مميلات لقلوب الرجال. ثم قال: على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد على مسيرة 500 عام. مش ريحتها. لذلك خص الناس تصلح. الله يصلح حالنا، الله يصلح بناتنا، الله يصلح أولادنا، الله يصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله يروحنا على خير، الله يجعل ذاك النهار اللي نروحوا فيه وتخرج الروح نتاعنا ونساق إليك مجرمين مذنبين. هناك حين يهال علينا التراب ويتخلى عنا الأهل والأحباب وتغلق دوننا الأبواب وتنقطع عنا الأسباب، هناك ربي لا تتخلى عنا حين يتخلى عنا خلقه. ارحمنا يا رب. اللهم أذهب وحشتنا ونور قبرنا واستقبلنا بمحض عفوك وكرمك وأنت ضاحك إلينا وراض عنا. يا ربي كما جمعتنا هذا الليلة جمعنا غدا مع حبيبنا رسول الله. يا حبيبي يا ربي حضروا قلوبكم كي اجتمعنا هذا النهار في هذا البيت البوراق. الله يجعل نرتفعوا في البوراق إلى أعلى عليين ونتلاقوا مع حبيبنا رسول الله غدا. لا يتخلف منا أحد. له لا يعذب شي واحد من أمة حبيبي رسول الله، له لا يدي شي واحد من حبيبي رسول الله حتى تتوب عليه. فرح سيدي رسول الله في أمته، فرح حبيبي رسول الله في أمته. أعد هذه الأمة إلى دينها وأعد لها أمجادها ووحد بين صفوفها وردها إلى القرآن لتعيش في ظلال كتاب ربنا وسنة نبينا. يا رب انصر إخوتنا في فلسطين، يا رب انصر إخوتنا في فلسطين، يا رب سدد رميتهم، يا رب انصرهم على عدوك وعدوهم، يا رب كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. انصر إخواننا في العراق وفي كل مكان، شتت شمل الصهاينة الملاعين، خزيهم والعنهم لعنا كثيرا. وعليك بجند أمريكا الطغاة الظالمين، سلط عليهم فتنة هوجاء داخلية لا يهدأ أنوارها إلى يوم القيامة، يتعجب فيها الإنس والجن ليشغلهم الله عن أعراض ودماء وأراضي المسلمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ولا أراكم الله مكروها في من تحبون. وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد، فإن كان الذي قلت فيه من الحق فذلك بفضل الله وبتوفيقه، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، والله تعالى بريء منهما. أعوذ بالله تعالى أن أقول على الله ورسوله ما لم يقولا، وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.